السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم بعد زمن طويل، سنة كاملة ما صورنا طبعا بسبب الحرب وكده. يعني زي ما عارفين انه يعني الواحد فقد حاجات كتيرة جدا، فقد بيته، فقد معداته، فقد حاجاته. نزحنا كتير، لفينا كتير في البلد دي. ممكن ده من الظروف اللي خلت الزول انه يا اخي والله ما يطلع بفيديو جديد او كده. الحرب ما حاجه سمحه كويس، لكن بالنسبه لنا ولناس كثيره جدا، يعني انا بالنسبه لي كحميدان فضل المولى، انه الحرب دي بالنسبه لي اعاده ضبط المصنع لحاجات كثيره جدا انا ما كنت جايب لها خبر. لحاجات كثيره جدا انا لو كنت استمريت فيها كانت حتأذيني، وده بيخلينا نرجع لربنا سبحانه وتعالى. قال اسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، واسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. صح، في صعوبات كثيره جدا كويس، في تحديات، لكن الزول ما يجيف انه يا اخي والله انا حصل لي ظروف فقدت حاجات. يعني حسي انا بصور الفيديو ده بكميه كبيره جدا من الامكانيات ما في، يعني حتى الاضاءه انا جبت لمبات عاديه بتاعت هنا دي بتاعت البيوت دي، ركبتها عملت بها الاضاءه دي. الغلبيه دي قماش جبته، بسجل بمايك بتاع سماعه اذن يا هوليو كويس، بصور بتليفون. يعني اصلا ما بقول يا اخي والله يا اخي مثلا انا فقدت الكاميرا الفلانيه ولا الاضاءه الفلانيه او انا فقدت حاجات خلاص مفترض انا يا اخي ما اشتغل، يعني ما الحياه خلاص يكفت. لا، ما يكفت، رغم انها صعبه لكن بتبقى. عشان كده انا داير اقول انه شنو يا اخي والله مهما حصل لك لازم تستمر. الحياه ما بتجيف على اساس انه يا اخي والله انا خلاص فقدت حاجات خلاص معناتها انا كده خلاص مفترض اضيء. لا، تبدا بالبسيط وحبه حبه بتلقى نفسك يا اخي انه والله انت شنو مشيت. الفتره اللي فاتت اشتغلت فيها حاجات كثيره جدا، ان شاء الله حتظهر لكم، ححاول انزلها بالتوالي كده في القناه ان شاء الله، في الفيسبوك وفي اليوتيوب. طبعا احنا داير ارجع كل المنصات حقتي، كل المنصات. يعني انا كان في الفتره الاخيره كنت شغال في اليوتيوب بس، لكن انا حاشتغل في فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيك توك، كل انواع الميديا انا حاشتغل فيها الفتره الجايه، لانه صراحه يعني فقدت جمهور كثير جدا. انا ما داير ابقى زول تاني، وداير بالعكس داير اضيف ناس علي. ان شاء الله الفيديوهات حتكون متتاليه، لكن ما بقول لكم 200، يعني ما بنحدد يوم معين او ساعه معينه، لا، وقت ما بنلقى شبكه بنرفع فيديو. وطبعا قبل الحرب كان اي قال قبل الحرب، قبل الحرب شنو، هسه احنا في الحرب ذاته. ايام الحرب يعني كنا في فتره كده الواحد شويه مقفول، ف بنمسك التليفون وبنصور فيديوهات. هي فيديوهات قديمه جدا، يعني من 4 شهور 5 شهور ورا 6 شهور ورا سنه ورا، لكن ما قدرت اني انا ارفعها في ليكم عشان تشوفوها. فانا بحاول اني شنو ارفعها لكم، هي قديمه لكن شنو يعني بشيل لكم منها مقتطفات كده بتشوف يا اخي حجم المعاناه الواحد اللي كان بيعانيها في الفتره اللي فاتت دي. لكن كنت مستمر وكنت شغال والحمد لله رب العالمين الامور مشت، رغم انه زول فقد اي شيء، لكن طالما انه الروح دي موجوده والنفس طالع ونازل، زول ما ييأس من الحاجه اللي هو قاعد فيها. يعني تخيل معي زول طلع خلى بيده ولا حاجات وخلى كل التفاصيل، حتى اللمبات والتليفونات والحاجات دي كلها ما في، لكن بدينا تاني من جديد. ما قلنا خلاص احنا حنوقف تصوير، وما قلنا اي حاجه، بل بالعكس ده ادانا دافع اقوى انه والله يا اخي انت لازم تستمر. فمشينا جبنا اللمبات، مشينا جبنا الخلفيه، مشينا جبنا التليفون، مشينا جبنا السماعه، وكل التفاصيل اللي جمعنا، ولسه كل شويه كل حبه بنلقى نفسنا انه شنو بنشتري حاجه جديده. المايك السمح حنجيبه، الكاميرا السمح حنجيبها، الاضاءه السمح حنجيبها، وكل التفاصيل دي ان شاء الله حتيجي وحتاني نرجع زي الاول واحسن من الاول. وكمان في حاجه تانية، انه في الفتره اللي فاتت ما كنت واقف، كنت بحضر احتفالات، كرنفالات، تفاصيل. فالحاجات دي اشتغلت فيها توثيق، وحتى في جزء من اعمالي انا اشتغلت مسرح كتير، فبرضه حعرض المسرح ده، حعرض عرض. المهم هوريكم عرض، خلينا حوريكم الشغل بتاع المسرح اللي انا اشتغلته. وعندي افلام برضو
حاليا شغال فيها تصوير. اول ما تخلص ابغى حرفها لكم هنا، ودي طبعا ما در توصية مني يعني. تمام. طبعا انا حاصور قاعد اصور حاليا الفيديو ده في راكوبة. كويس يعني محل ما عنده علاقة بتصوير، فحاولت بقدر الامكان انه انا اجازف انه انا اطلع جودة بتاعت صوت وجودة بتاعت صورة واضاءة في حتة ما حقدر اصورها لكم صراحة. كويس يعني ما ادمسخها او كده لا، لكن انا بشوف انه ما صح انه اطلع حتات شوية كده. المهم راكوبة، يسموها راكوبة يعني. تخيل معي بتصور في راكوبة وقاعد لي في جنينة كبيرة كده، وبالنهار طبعا طيور وكل انواع الزواحف والحشرات والحاجات دي، فانت لو قدرت تسجل بالنهار مستحيل. انا حاولت اطلع اكتر من فيديو او اصور اكتر من فيديو بالنهار، فلقيت نفسي كانه انا قاعد في غابات الاستوائية ولا وين. المهم في كمية بتاعت ضوضاء، فاضطر انه انا لازم اصور بالليل وفي تفاصيل كده معينة وفي زمن معين، على اساس انه يا اخي اطلع جودة بتاعت صوت، اطلع جودة بتاعت صورة، خلفية، كل انواع الحاجات دي في شنو في الفيديو اللي انا بطلعه. اتكلمت كتير الليلة. طبعا طولت شديد من الهناية ده التصوير بالطريقة زي ده، فالواحد شوية في قلل الثقة، قللت الثقة، قللت الثقة قلت. المهم انه الواحد جيبوا ايتو. تمام. فلكن حنرجع تاني، وكل يوم حنحط الكاميرا وحنصور، وحط الكاميرا حنصور لما تاني الشخصية تاني حتطلع ترجع زي الأول، وتاني حنمقطكم بالفيديوهات الكثيرة. فالمهم ما أقدر أتكلم كتير. اللي هم متابعينا وكان بيقولوا كيف أضغط لايك. المهم اعمل لايك وسبسكرايب. اللي ما بعرف السبسكرايب بالدارجي اعمل لنا اشتراك في القناة حقتنا، سواء كانت في الفيس او الواتس. ايوه ما في واتس، الفيس واليوتيوب وكل المواقع التواصل الثانية. كويس. وادعمنا باللايك الحلو، وثاني في شنو في الكومنت التعليق. ايوه ادعمنا بالتعليق الضابط المحفز. والناس بتاع التعليقات السلبية دي عليك الله ما تبانكم. كويس. لما نستمر لنا 5 6 7 20 فيديو بعد ذاك تحاول شنو تعال مقطنا بالتعليقات الوهمية، وانا بتكلم معكم في صوت موتر ماشي في الشارع. ايوه. المهم ما نضيع عليكم لحد ما نتلاقى الفيديو الجاي اللي هو معروف بكم 200. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.